السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. النهاردة هتكلم عن سؤال جميل جدا نجيلي كتير الفترة اللي فاتت دي، مقارنة بين تكييف فريش وتكييف تورنيدو. هنتكلم النهاردة عن كل المميزات في التكييفين، وهتكلم عن العيوب برضو، وهنعمل مقارنة شاملة في كل حاجة، في التبريد وفي الجودة وفي السعر، في كل حاجة. فلو انت اول مره تشوفنا، احنا عندنا معارضنا كتير جدا في الاسكندريه. عندنا شحن وتوصيل لجميع المحافظات، شحن اسكندريه بيكون مجاني، شحن القاهره بيكون مجاني لفتره محدوده، وكمان المفاجاه او الميزه اللي عندنا بيكون ليك خصم حصري على اي منتج انت عايزه في حاله ان انت مشترك في القناه. الاشتراك بيكون من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، دوس على كلمه الاشتراك، وكمان لو تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل حاجه جديده احنا بننزلها. كمان بيكون في تقسيط مع البنك الاهلي ومع فاليو، وكمان مع السي اي بي. فمش هنطول عليكم دلوقتي، هنتكلم عن مقارنة وايه الافضل بين تكييفات تورنيدو وتكييفات فريش. ناس كتيرة بتسألني ايه الافضل في التبريد، طب تورنيدو طب فريش. الاتنين طبعا قريبين شوية في السعر، فانا النهاردة هتكلم معاكم عن كل حاجة. اول حاجة هنتكلم معاكم عن كفاءة التبريد في تكييفات فريش. تكييفات فريش بتكون مميزة جدا في موضوع التبريد ده. التبريد بينتشر بسرعة كبيرة جدا في الغرفة، يعني خلال ربع ساعة تقريبا تحس ان الغرفة كلها متلجة، طبعا سواء سخن او بارد. هنا انا بتكلم على جميع الموديلات، مش بتكلم على موديل معين، يعني بتكلم على موديلات فريش، شركة فريش في التكييفات وشركة تورنيدو في التكييفات. كمان بتكون شركة فريش منزلة موديلات تيربو كولينج، دي بتكون كويسة جدا. لو عايزين اشتروا تكييفات تيربو كولينج من فريش، دي بتبرد الهواء بسرعة جميلة جدا، وبتستحمل معانا. بيكون تي 3 الكباس بتاعنا بيستحمل معانا لحد 52 درجة. ده بالنسبة لفريش. يعني باختصار، فريش في التبريد بيكون سريع، والموديلات اللي فيها التيربو كولينج بتستحمل معانا لحد 52 درجه مئويا، لان الكباس بتاعها بيكون تي 3. بالنسبه لتكييف تورنيدو في التبريد، فالتبريد بتاعه بيكون اقل شويه في الانتشار من فريش، بس في نفس الوقت بيكون اهدى شويه في اثناء التشغيل، خصوصا اول ربع ساعه. بالنسبه لكفاءه التبريد، فالاثنين يعتبروا متقاربين. واحد بينتشر التبريد بسرعه بس بيعمل صوت عالي شويه، والتورنيدو التبريد بيكون في الانتشار اهدى شويه عشان صوته بيكون اهدى. بالمناسبه، نصيحه لموديلات تورنيدو، في موديلات بتكون بالتكنولوجيا الياباني من تورنيدو، فلو عايز تكييف تورنيدو دور على التكنولوجيا الياباني. طبعا احنا عندنا التكنولوجيا الياباني وعندنا الحاجه، كل اللي انتوا عايزينه موجود. احب افكركم لازم تكون مشترك في القناه لو عايز اي تكييف من عندنا، عشان طبعا تاخد الخصم. هو بس ممكن فريش يتفوق في السرعه الاوليه في التبريد. بالنسبه لاستهلاك الكهرباء، تكييفات فريش يعتبر استهلاك الكهرباء بيكون في المتوسط، مش عالي قوي مش قليل. وطبعا الموديلات الانفرتر بتكون كويسه، فانا انصح طبعا بموديلات الانفرتر في اي تكييف عموما. بالنسبه للتورنيدو، فاستهلاك الكهرباء كفاءته اعلى من فريش، يعني بيوفر معانا اكتر في استهلاك الكهرباء، ودي نقطه تتحسب لشركه تورنيدو. هنتكلم معاكم بالنسبه لمستوى الصوت. بعض الموديلات من فريش، خصوصا ال 2.4 حصان، بيكون ليه صوت واضح شويه، خصوصا لما يشتغل على وضع التربو. لكن في الموديلات الحديثه الموضوع الصوت ده بدا يهدى شويه. الموديلات الحديثه يعني انتاج 2024 وانتاج 2025 الربع الاول. وهنا تورنيدو بتتفوق في النقطه دي، لان تكييف تورنيدو صوته بيكون هادي جدا حتى لو اشتغل على اقصى سرعه ليه، وبيكون مناسب اكتر لغرف النوم وغرف الاطفال. فهنا تورنيدو تاخد نقطه على حساب فريش. بالنسبه للخامات والتقفيل بتاع الشركتين، بالنسبه لتكييف فريش فالخامه بتاعته بتكون متوسطه والتقفيل بتاعه بيكون متوسط، وبالنسبه للتورنيدو خامته بتكون كويسه جدا معقوله واعلى من فريش. فدي نقطه برضو لصالح شركه تورنيدو. بالنسبه لعدد سنوات الضمان، فتكييف فريش بيكون ضمان 5 سنين، وتكييف تورنيدو بيكون برضو ضمان 5 سنين. بس شركه تورنيدو اللي تبع الشغل العربي فتتفوق حاجات بسيطه من شركه فريش. هي شركه فريش ضمانها كويس واتطور كتير جدا عن زمان، لكن برضو الشغل العربي تتفوق في الموضوع ده، فدي برضو نقطه لصالح تورنيدو. بالنسبه للاسعار، فالاسعار بتاعه تكييف فريش تقريبا بتقل من 500 جنيه ل 1500 جنيه عن الموديلات اللي بسعر تورنيدو. لو عايز تسالنا على موديل معين والسعر بتاعه، سيبنا تحت في التعليقات، واحنا باذن الله هنجاوبك وهنقول لك افضل سعر للموديل ده، زائد الخصم اللي انت هتاخده لو انت مشترك في قناه بي كوين، زائد احنا بنقسط مع البنك الاهلي وكمان الصيغه بي ومع فاليو. فطبيعي جدا تكون شركه فريش اقل شويه في السعر مقارنه بشركه تورنيدو، لان تورنيدو بيكون كفاءه اعلى من فريش. فبشكل عام هنتكلم على خلاصة الموضوع. لو انت عايز تبريد سريع وسعر اقتصادي فخليك في فريش. طبعا لو انت في مكان في الصعيد وبعيد عن الخدمات، بعيد عن القاهرة واسكندرية، فخليك في تورنيدو. لكن انت لو في المدينة فخليك في فريش، عشان خدمة ما بعد البيع بتكون احسن من المناطق البعيدة.
في المقارنة دي تكييف تورنيدو بيتفوق بشكل كبير جدا على تكييفات فريش. ولو انت عندك تكييف فريش وعندك تكييف تورنيدو يا ريت تقول لنا تحت في التعليقات ايه تجربتك معاهم بحيث ان الجميع يستفيد. طبعا ما تنساش تعمل لايك، ولو حد بيدور على تكييف تعمل له شير للفيديو ده، وطبعا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة وتستفيد بالخصم. لو انت عايز اي منتج من عندنا مش بس تكييفات، عندنا كل المنتجات بسعر كويس جدا، وزي ما قلنا شحن وتوصيل لجميع المحافظات، شحن اسكندرية مجاني، شحن القاهرة مجاني. اشوفك على حلقة جاية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.